واقف عندك شكلك معاك اقل من مليون جنيه وبتدور على عربيه تركبها ومش عارف تركب ايه، النهارده اقول لك افضل عربيه تركبها تحت المليون جنيه. اول عربيه معانا هي الجاك الاس 2. سامعك اللي بتقول جاك مين اللي مفكر نركبها؟ العربيه ديت من العربيات المحترمه اللي بتنافس الاس يو في وسعرها على قد الايد. العربيه دي بتنزل بسعر من اول 740,000 لحد 800,000، بتنزل بموتور وفتيس محترمين شويه واعطالهم يمكن قليله. ولو انت تعرف اللانسر الشارك هتلاقي الموتور بتاعها شبيه جدا للانسر الشارك. ايوه اداها مش احسن حاجه على السرعات والاكسلريشن، مش احسن حاجه، ولكن لو انت بتدور على عربيه اقتصاديه وعربيه تحت المليون جنيه محترمه بتديك احساس الاس يو في، فالعربيه دي كويسه. ولكن لازم تعرف ان من سلبيات العربيه دي ان مساحتها الداخليه مش احسن حاجه، ولكن لو هنبص على سعرها كويس جدا. العربيه الثانيه معانا هي البي واي دي الاف 3، يمكن معشوقه الجماهير. العربيه دي عربيه الغلابه، مفيش حد شغال اوبر الا وراكب بي واي دي. العربيه دي بتنزل بفئتين، مانيوال واوتوماتيك، والمانيوال منها ب 610 والاوتوماتيك ب 680. قطع غيارها بقت موجوده عند كل الناس لان العربيه دي لسه محافظه على شكلها، ويمكن ميزه فيها ان الموتور اللي بينزل فيها شبيه للهوندا. يعني لو فيما بعد حصل حاجه عندك في الموتور بتروح شايل الموتور الصيني وتروح مركب لها موتور ياباني وبتنساه. والعربيه موفره جدا في البنزين واعطالها قليله لو انت بتحافظ على صيانتها. ولو انت بتدور على عربيه تديك باحساس الاس يو في زي العربيه الجاك فانصحك بالعربيه الجيلي الجي اكس 3. دي ارخص من عربيات اس يو في كتير لان هي متوسط سعرها معاك من 900 ل 950، ولكن لازم تعرف ان قطع غيار العربيه دي قليله شويه عن العربيه الجاك الاس 2. ولو احنا هنعمل كومبيرنج ما بين العربيه الجيلي والعربيه الجاك فالجيلي تكسب في اعاده البيع، والعربيه دي بتنزل بموتور وفتيس محترمين جدا، بخلاف العربيه الجاك الاس 2 اللي دايما بتاكل زيت وتحتاج عمره بعد ما بتمشي بيها شويه. لو زهقت بقى من الصيني وقرف وقطع غيار فكرت ان انت تركب عربيه ياباني محترم وكل مكان في مصر وكل شارع راكب عربيه زيها، فانصحك بالعربيه النيسان صاني الاكثر مبيعا في مصر. كل الناس اول ما بتفكر تشتري بتجري على النيسان الصاني لان العربيه ديت موفره وقطع غيارها متاحه في كل حته، فيها موتور وفتيس محترمين ومعمرين جدا ويمكن ما بيعطلوش. ولكن عشان تبقى فاهم العربيه دي فيها اكتر من عيب كده لازم تخلي بالك منه. العيب الاولاني ان العربيه دي على السرعات مش احسن حاجه، ثباتها وحش جدا. العيب الثاني ان دايما العربيه بتبوظ معاك عفشه وجلب مقصات وبلي عجل. لو انت هتتقبل الكلام ده لا انصحك بيها، العربيه دي محترمه جدا وهتلاقي متوسط سعرها من 700,000 ل 800,000 وده السعر الرسمي غير الاوفر. واخر عربيه معانا هي العربيه البروتون السايد. العربيه دي محترمه جدا ورينج سعرها معانا بيبدا من 630,000. العربيه دي هتلاقي فيها ثبات وهتلاقي ستابيليتي وانظمه امان محترمه، ومساحتها الداخليه كويسه جدا، ولكن ممكن تحس ان العربيه فقيره شويه في الاوبشن، ولكن هي عربيه اعتماديه. قطع غيار العربيه دي بتعيش وبتنزل بموتور 1500 سي سي وفتيس اوتوماتيك من السي في تي، يعني وداعا لمشاكل السي في تي. لو عايزنا نتكلم على عربيات اكتر تحت المليون جنيه استنى الفيديو الجاي لان هنتكلم على 5 عربيات تحت المليون جنيه علشان تختار افضل عربيه تناسبك.